لام التعريف. ننتقل إلى البحث الأخير. لام التعريف هي لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء لتعريفها. هذا معروف، مثلا نقول سماء السماء، جبل الجبل، مسجد المسجد. إذا لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء لتعريفها، ويسبقها يعني يسبق اللام همزة وصل مفتوحة، فنقول الجبال بهمزة ما نقول الجبال، ولا نقول الجبال. السماء همزة مفتوحة، ولا نقول السماء، ولا نقول السماء. كل هذا ما أحد يفعله لا لغة ولا قرآنا. نرى اللوحة التالية وضع لام التعريف مع حروف الهجاء بعدها قمرية يعني مظهرة، معنات قمرية تشبه اللام في كلمة القمر. لو قلنا القمر كل الناس يقولون القمر، يظهرون اللام عند القاف، فهي مثال ل14 حرفا. وشمسية كقولهم الشمس، يعني فعل العلماء ذلك للتقريب للناس. الشمس ندغم اللام في الشين فنقول الشا، ولا نقول الشمس، ما أحد يقول الشمس. فلذلك اللام تدغم، لام التعريف تظهر عند 14 حرفا وتدغم عند 14 حرفا. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الاحتمالات العقلية لمجيء حرف بعد لام التعريف الساكنة هو 28 احتمال. الاحتمال 29 هو الألف، والألف يستحيل أن تأتي بعد لام التعريف. لما؟ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ونحن نقول إن لام التعريف ساكنة. طيب، اللوحة التالية اللام القمرية تظهر العرب لام التعريف عند 14 حرفا، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري، وهو من علماء أواخر القرن ال12 الهجري كما نرى، كان حيا سنة 1198 هجري. جمعها في قوله ابغ حجك وخف عقيمه. الهمزة، الباء، الغين، الحاء، الجيم، الكاف، الواو، الخاء، الفاء، العين، القاف، الياء، الميم، الهاء. أي حرف من هذه الحروف جاءت لام التعريف قبله فإنها تظهر، وذلك لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف. إذن الإظهار سببه بعد المخارج كما ذكرنا منذ قليل، نحو الجبال. ونسمع من بعض العامة وخاصة في بلاد الشام يقولون الجبال، الجنة، الجحيم. هذا كله لا يصح، هذا من كلام العامة. الفصيح أن نقول الجبال، الجنة، الجبل، الجحيم. نعم. المثال الثاني القمر. الثالث الأرض، هنا جاءت لام التعريف وبعدها همزة. الحج جاءت اللام وبعدها حاء. إذن هذا هو حكم اللام القمرية، وهذه هي الحروف 14 التي تظهر عندها اللام ابغ حجك وخف عقيمه. ننتقل إلى اللوحة التالية التي تبين اللام الشمسية. تدغم العرب لام التعريف في 14 حرفا مقاربا لها إلا اللام، يعني إلا اللام في اللام، فهي من قبيل المتماثلين، نحو والشمس. هنا ندغم ماذا في ماذا؟ ندغم اللام في الشين فنقول والشمس، ولا نقول والشمس. السماء أيضا أدغمنا لام التعريف في السين. الداع أدغمنا اللام في الدال. الطول أدغمنا اللام في الطاء. التواب أدغمنا اللام في التاء. الليل أدغمنا اللام في اللام. المثال الأخير هو من قبيل المتماثلين، بينما الأمثلة قبله فهي من قبيل المتقاربين. نرى على اللوحة وقد جمعها يعني الحروف الشمسية الجمزوري رحمه الله، الإمام سليمان الجمزوري في منظومته تحفة الأطفال والغلمان، في أوائل كلمات البيت التالي: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم
دع سوء ظن زر شريفا للكرم. أعيد البيت: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. الحروف التي ترونها باللون الأحمر هي الحروف التي إن جاء واحد منها بعد لام التعريف فإن اللام تدغم فيه. الطاء مثلا مثل الطلاق، الثاء مثل الثواب، الصاد مثل الصلاة، الراء مثل الرحيم، التاء مثل ايش؟ التواب، الضاد مثل ايش؟ الضلال، الذال مثل ايش؟ مثلا الذل، النون مثل النبي مثلا، أدغمنا اللام في النون، الدال مثل الداع، السين مثل السوء، الظاء مثل الظن، إن بعض الظن إثم مثلا، الزاي مثل الزيتون، الشين مثل الشيطان، اللام مثل الليل. هذه الحروف 14 التي تدغم لام التعريف فيها. بقي أن ننبه على علامة إظهار لام التعريف وعلامة الإدغام. علامة إظهار لام التعريف كما نرى على اللوحة في ضبط المصحف: وضع رأس الخاء من غير نقطة فوق اللام، اللي هو من كلمة خفيف، وهذا الاصطلاح اخترعه الخليل بن أحمد رحمه الله. خفيف يعني مظهر غير مدغم وغير مشدد. نحو الجبال، لاحظوا السكون رأس الخاء فوق اللام من كلمة الجبال. القمر أيضا لاحظوا السكون الذي على شكل رأس الخاء. الأرض أيضا اللام عليها سكون. الحج، هذا علامة الإظهار للام التعريف في الحروف القمرية. بينما الحروف الشمسية نرى على على اللوحة الفائدة الثانية: علامة إدغام لام التعريف في ضبط المصحف تجريدها من السكون وتشديد الحرف التالي. نحو والشمس، لاحظوا بأن اللام ليس عليها سكون والشين عليها شدة. السماء، اللام ليس عليها سكون والسين عليها شدة. الداع، اللام ليس عليها سكون والدال عليها شدة. بهذا نكون قد أكملنا ولله الحمد شرح أنواع التقاء الحروف في القرآن الكريم من حيث سواء كان الحرفان الملتقيان متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين، وبينا أحوال لام التعريف عند حروف الهجاء 28 متى تظهر ومتى تدغم وما علامتها في ضبط المصحف.